هنجيب الخيار بتاعنا كده ونغسله كويس ونغزه بالشوكة او بالخلة. ومعانا بقى كل كوباية مية مغلية ومبردة عليها معلقة خل، عليها معلقة ملح، تمام، على حسب بقى كمية الخيار، وتحطي معلقتين سكر، تمام كده. وادي الخل حطيناه. بنجيب بقى البرطمان بتاعنا بعد ما ندوب المحلول ده معقم ومغسول كويس. احط بقى كرفس وفلفل و5 فصوص توم، وكان عندي كده نعناع فريش حطي، ما عندكيش خلاص ممكن تستغني عنه. واحط بقى المية المغلية المبردة دي اللي دوبنا فيها المكونات اللي قلنا عليها في اول الفيديو، واحط شوية زيت زيتون كده من على الوش، ونخليه 3 ايام ونفتح عليه تاكلي احسن خيار. جربيه يلا، وقومي اعمليه دلوقتي عشان ينفعك في سحور رمضان. اعملي لي لايك كتير.